15 سنة مش وقت قليل. يمكن احنا لما بنبقى وسط الخدمات ما بنحسش قوي باللي بنعمله، لكن لما بيبقى عندنا فرصة ولحظة كده نقف ونتفرج على المسيرة بتبقى تجربة مختلفة قوي. خلونا نبدأ حفلنا ونتبسط ونفتكر ونفكر نفسنا بالخدمات بتاعتنا في كنيستنا، ونبدأ بأول حاجة في حفل الليلة وهو عرض حواديت 15 سنة حدوتة. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الحقيقه انا بشكر ربنا جدا على محبته لينا طول السنين اللي فاتت دي، من ساعه ما تاسس فريق حدوته واحنا بنشوف عمل ربنا. يعني فريق حدوته مش مجرد فريق بيعرض مسرح عرايس او بيقدم كرنفالات، لكن الحقيقه هو فريق بيقدم خدمه رائعه بتسيب تأثير في كل النفوس الولاد الصغيرين البراعم أو الشباب. احنا بنشوف التأثير ده على الكل والفرحة على الكل، فبنشكر ربنا على سنين طويلة مضت، وبنطلب منه انه يكون معانا كمان في السنين اللي جاية. ومن ساعة ما بدأ الفريق واحنا كلنا بنشهد بتعبهم وبمحبتهم وبذلهم. يعني أنا بشوف بنفسي الولاد والشباب بيقعدوا بالساعات الطويلة جوه الكنيسة وهم فرحانين مش عاوزين يروحوا، بيعملوا بروفات وبيجهزوا العروض وبينقلوا ماركتات لكنايس تانية وأماكن تانية ومحافظات تانية، كل ده بحب شديد جدا جدا. فالواحد الحقيقة فخور جدا إن احنا عندنا في الكنيسة شباب متعلق بالكنيسة وشباب بيحب الكنيسة من كل قلبه. اتكون الفريق سنة 2011، لكنه كان بداية يعني صغيرة خالص أو نبتة صغيرة بدأت تكبر مع الوقت. يعني هم أول ما بدأوا كان تقريبا عددهم أقل من 50، دلوقتي عددنا أكتر من 300، ده غير البراعم الصغيرة وغير مجموعة الخدام. وأنا بعتبر إن ال15 سنة دول يعني مش نهاية، لكن هي بداية لمرحلة جديدة مليانة بالحب والخدمة والعطاء والبذل. واعتقد السنين اللي فاتت دي علموا الفريق ان هو يوصل لمرحلة النضج، فبقى يقدم عروض فيها عمق اكتر وتعب اكتر، وخاصة القصص اللي بتتناول حاجات من العهد القديم او من الكتاب المقدس عموما. الواحد لما بيقعد وبيتفرج وبيشوف بعينه مفيش حد بيخرج مش متأثر بأي عرض بيقدمه الفريق، خاصة العروض المسرحية الكبيرة اللي بيكون مبذول فيها مجهود كبير. الفريق بدأ زي ما قلت لكم بمسرح عرايس بس للأطفال، وبعد كده اتطورنا شوية وبقينا نقدم كرنفالات، وبدأنا نقدم كمان عروض مسرحية كبيرة. احنا مقدمين أكتر من 3 عروض مسرحية كبار زي ضرب الصليب، ومقدمين لغايه دلوقتي حوالي 16 كرنفال كبير، غير بقى عروض المسرح العرايس اللي هي المستمر. انا بطلب من ربنا ان الفريق يتقدم اكتر، يقدم خدمه اكتر، ويكون في نجاح اكتر، ويكون ليه ثمر اكتر، لان بصراحه الكل فرحان بوجود الفريق في الكنيسه. شمامسة الكنيسة، مجلس الكنيسة، أباء الكنيسة، كل الكنيسة بصراحة بتشهد بعمل الفريق. أنا أحب طبعا أن أنا أشكرهم من كل قلبي باسم أبونا وراعينا ومطرنا وحبيبنا كلنا سيدنا مطرنا الأنبا مرقس. إحنا بنشكر ربنا على وجود الشباب الرائع ده جوه الكنيسة، وهم فعلا أجدع شباب وأحلى شباب، وهم نبض الكنيسة وهم قلب الكنيسة. بشكرهم من كل قلبي واتمنى لهم دوام النجاح ودوام الفرح. ربنا يبارك فيكم ويفرح قلوبكم، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. الفريق دول فريق مباهج، مش فريق
حاجات ترفيهية، لا، أنا عن خبرة وعن طول العشرة معاهم، في ناس كتير قوي كانت بعيدة عن الكنيسة، والفريق هو كان له الفضل أو مش له الفضل، يعني كان له السابقة الأولى إن هو يجمع ويجيب الناس دي اللي هي كانت بره الكنيسة ويضمها للكنيسة، وبقوا خدام في وسطينا، وبقوا أحسن شخصيا، يعني أحسن مني وأحسن من أي حد في الخدمة دلوقتي، وخدام يعني ليهم وزنهم في الخدمة بسبب اندماجهم مع فريق حدود. في نشاط كبير، في مجهود بيتعمل مش أي حد يعمله، مش أي حد يستحمله، في مجهود جبار، مش في المحافظة بس، هنا في القاهرة في كل المحافظات بيسافروا يروحوا يعملوا دعاية وبيوزعوا التذاكر وبيقابلوا ناس وبيقابلوا مسؤولين كبار وحاجات، مجهود كبير جدا جدا جدا. ده غير الكرنفالات اللي بتتعمل وبتبقى عايزة يعني ميزانية كبيرة، وربنا هو اللي بيرتبها لهم. الميزانية دي بتتجمع ازاي وبتيجي منين؟ دي بتيجي بالبركة وبالمحبة بينهم وبين بعضهم، كله بيتجمع والخدمة بتتم على أكمل وجه. ربنا يكمل معاكم من سنة لسنة بنجاح وتفوق، ربنا يكمل في خدمتكم، ما يهمكوش من أي معوقات تبقى في السكة، لأن دايما كده الإنسان الناجح لازم يبقى في سكته طوب كتير يكعبله، لكن اللي معاه ربنا الذين معنا أكثر من الذين علينا. فما تهتموش بكل المعوقات اللي ممكن تبقى في السكة، ربنا هو اللي قائد الفريق، أبونا يسطس هو شفيع الفريق، عقبال 100 سنة وعقبال مليون سنة ومن نجاح لنجاح. كل سنة فريق حدوتة بخير وسلام، فريق جمعنا على المحبة والخدمة والفرح. يمكن اسمنا حدوتة، لكن الحقيقة إن إحنا كل يوم بنكتب حدوتة جديدة مع ربنا، حدوتة تعب وفرح وسلام. نصلي إن ربنا يكمل معانا الطريق ويخلي حدوتة فريق دايما مليان كل بركة وفرح لكل حد بيسمعه، ونصلي إن ربنا يبارك فريق حدوتة وكل تعب وكل قلب بيخدم فيه، ودايما تفضل حدوتة سبب بركة لكل حد. كل سنة وانتم سبب بركة، كل سنة وانتم طيبين، وتفضل حدوتتنا لسه مكملة. تكوني ليا دليل وفي عطشي، انتي نهر النيل وبقلبك لسه فاكراني، انتي في التوهة ليا طريق وفي عز الوحدة ليا رفيق وبحبك كل ايامي. اديلك عمري وانا راضي واديهولك تاني، وان يوم مشيت وسبت حضنك اكيد راجعلك تاني. اديلك عمري وانا راضي واديهولك تاني، وان يوم مشيت وسبت حضنك اكيد راجعلك تاني. ولكني اطلب اليكم ايها الاخوة
باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات. وانا مهما يطول عليا الليل ويعدي العمر ميل ورا ميل، انا عارفك برضو بقيالي طول عمري راضي فيكي الخير وشايف فيكي كل جميل وشايفك نجمة في العالي. هديلك عمري وانا راضي واديهولك تاني، وان يوم مشيت وسبت حضنك اكيد راجعلك تاني. اديلك عمري وانا راضي واديهولك تاني، وان يوم مشيت وسبت حضنك اكيد راجعلك تاني. انا وانت نبقى ايد على ايد والوحدة مهما نارها تقيد، انا وانت سهل نطفيها لو كل الكون علينا يقوم، لو حتى الشر ايده تدوم نعديها نعديها. اديلك عمري وانا راضي واديهولك تاني، وان يوم مشيت وسبت حضنك اكيد راجعلك تاني. اديلك عمري وانا راضي واديهولك تاني، وان يوم مشيت وسبت حضنك اكيد راجعلك تاني. من جوه قلب الكنيسة ومن شباك صغير بيطل على مسبح الحضرة بدأت حدوتة، مش حدوتة خيال لكن حدوتة حقيقية مكتوبة بفرح وابتسامات أطفال. 15 سنة من الفرح، من التعب ومن الإيمان إن الخدمة ممكن تغير الحياة. يلا نفرح ونرنم ونفرح قلوب أطفال كتير. هو ده حلمك؟ صندوق خشب وعرايس كرتون؟ ده صغير قوي، فكر في حاجة أكبر. كل حلم بيبدأ صغير بس بالحب هيكبر وهيغير كتير. من جوه القلب بدأت حكاية، حلم صغير كانت البداية، خطوة بخطوة لكن محسوبة، كبرنا الحلم وبقى حدوتة، من لمسة حب وحضن أمان كبرنا سوا جوه المكان، نتعلم سوا نفرح قلوب حلمنا نور في كل الدروب، نتعلم سوا نفرح قلوب حلمنا نور في كل الدروب. كنت صغير والحلم بعيد بجري وراه مش خايف أكيد، قالوا لي حلمك لسه صغير بس أنا هخدم ومش هتحير، من لمسة حب وحضن أمان كبرنا سوا جوه المكان، نتعلم سوا نفرح قلوب حلمنا نور في كل الدروب، نتعلم سوا نفرح قلوب حلمنا نور في كل الدروب.
نقصد عيد، وفي كل بداية ربنا معانا، بنكمل حلم ولد جوانا، من لمسة حب وحضن أمان، كبرنا سوا جوا المكان، نتعلم سوا نفرح قلوب، حلمنا نور في كل الدروب، نتعلم سوا نفرح قلوب، حلمنا نور في كل الدروب. زمان قال علينا صغيرين، بس كل كبير كان في يوم صغير. وانا حدوتة احكي لكم حكايتي من اكتر من 18 سنة. بدأت اول عروسة تتحرك على مسرح كنيستنا، وبعدها ب3 سنين يعني من 15 سنة اتولد فريق اسمه حدوتة.com. القصة بدأت في اواخر 2007 لما كان عندنا حلم صغير، إن كام خادم بنحاول نقدم فرحة، بس فرحة من نوع تاني للأطفال، فرحة مسرح العرايس. عملنا أول كرنفالاتنا أرض الحب، بلد النسيان، شقاوة عيال. كانت العرايس بسيطة جدا بس كان فيها حياة، وبرغم من كل الصعوبات كنا حاسين إن ربنا مبسوط مننا. كنا بدأنا خدمة مسرح العرايس في 2007-2008. كنا ساعتها بنخدم في مركز البابا كرولوس. كان ساعتها اسم المركز البابا كرولوس لوسائل الإيضاح ومسرح العرايس. بس حصل إن إحنا خرجنا من المركز في 2010، والخدام الجديدة في المركز قرروا إن هم مش هيقدروا يعملوا خدمة مسرح العرايس جوه مركز البابا كرولوس، وبقى اسمه مركز البابا كرولوس لوسائل الإيضاح. وقلنا ساعتها إن دي كانت فرصة كويسة إن إحنا نبدأ نعمل فريق متخصص في مسرح العرايس. فاتجمعت أنا ومينا صفوت وبدنا نفكر ممكن نبدأ إزاي، وفعلا بدأنا نفكر إن إحنا نجمع الناس اللي كانت بتخدم في خدمة مسرح العرايس معانا. بس كنا محتاجين يعني نعرض الفكرة على أبونا، وكان ساعتها سننا صغير، فكنا بنفكر أو كنا لسه يعني عايزين نفكر في اسم حد من الخدام الكبار اللي يقدر ياخد الفكرة مننا ويعرضها على أبونا إبراهيم. ففعلا اخترنا أستاذ بيتر عاطف وعرضنا عليه الفكرة، وكان ساعتها انضم علينا مايكل فتحي، واستاذ بيتر رحب جدا وفعلا عرض على ابونا ابراهيم الفكره، وابونا ابراهيم برضو رحب جدا بالفكره ساعتها. وبدانا اول اجتماع للفريق كان يوم 5/3/2011، وكان ساعتها في القاعه اللي في النص، وده يعتبر تاريخ تاسيس حدوتة.com. اليوم ده احنا كنا برضو بنفكر نختار اسم للفريق الجديد، وكان لسه ساعتها طبعا ما كانش اسمه حدوتة، وكنا برضو بندور على شفيع للفريق. فاقترحنا كذا اسم للشفيع، كان يعني اقترحنا اسماء قديسين كتير وعملنا قرعه، كان طلع ساعتها القديس ابونا يوسف الانطوني، وهو ما زال لحد دلوقتي هو شفيع الفريق. وبرضو عملنا نفس الكلام لاسم الفريق، اقترحنا كذا اسم وعملنا عليه قرعه، وبرضو اخترنا اسم حدوتة. والجزء بتاع .com كان ساعتها في الوقت ده كان منتشر كلمه .com في اغلب البرامج التلفزيونيه والحاجات اللي على السوشيال ميديا يعني. فمن هنا خدنا الاسم، قلنا حدوتة وضفنا عليه كلمة .com، فبقى حدوتة.com. وكان أول خدمة لينا كانت فقرات في طفولة 1 و2 بمناسبة عيد القيامة 2011، وكان ساعتها الفقرات حلوة جدا وعجبت الأطفال وعجبت الخدام، وكانت بداية قوية لحدوتة.com. في وقت كان الكل بيقلد، كنا بندور على فكرة مختلفة، كرنفال جديد لكن مش زي أي كرنفال. عايزين هدف لكرنفالنا الأول. إيه رأيكم في التقليد؟ الأطفال محتاجين يعرفوا إن مش كل اللي الناس بتعمله لازم نقلده، لازم نفكر ونختار صح. ومن هنا طلع كرنفال، مفيش تقليد، كل جديد.
في أغسطس 2011 في كنيستنا العذراء بجام. علم الأطفال يميزوا بين الصح والغلط، ما يقلدوش اللي حواليهم لمجرد إن الكل بيعمل كده. مش معنى انه ناس كتيرة عاملة حاجة اني اكون بعمل زيهم، لو حتى مشهورين ومحبوبين زيادة اني اكون نسخة منهم. مش معنى انه ناس كتيرة عاملة حاجة اني اكون بعمل زيهم، لو حتى مشهورين ومحبوبين زيادة إني أكون نسخة منهم. لكن المهم هي كلمة ربنا، هو الأهم فكره لينا وعننا، لأنه أكتر واحد يعرف إيه اللي خيرنا، هو اللي بحبه مات وقام لأجلنا. لكن المهم هي كلمة ربنا، هو الأهم فكره لينا وعننا، لأنه أكتر واحد يعرف إيه اللي خيرنا، هو اللي بحبه مات وقام لأجلنا، هو اللي بحبه مات وقام لأجلنا. كرنفال مفيش تقليد كل جديد. كان أول كرنفال كانت الدنيا بسيطة جدا بس كانت حلوة، وشفنا الفرحة في وشوش الولاد، ودي حاجة فرحتنا وبسطتنا جدا، خلتنا نكمل حلمنا. طبعا مع الوقت وأجيال بتسلم أجيال، 15 سنة ناس كتير انسحبت وناس كتير اتضافت على الفريق. نشكر ربنا الإمكانيات زادت، العروض زادت، والفئات العمرية اللي كنا بنخدمها حتى ومستهدفينها من 15 سنة كنا مستهدفين فئة الأطفال. دلوقتي نشكر ربنا بحضر عروض فريق حدوتة، الكبار بقوا بيستمتعوا والأطفال بيستمتعوا والشباب، كل الفئات العمرية بقت بتستمتع بعروض الفريق. إمكانياتهم اللي كبرت جدا، الفكر اللي اتطور جدا، خروجهم من الكنيسة وبقوا في كل حتة في مصر، مش العذراء بجام بس. دي بركة كبيرة جدا إن الرسالة وصلت لكل حتة في مصر. أنا بشكر الفريق جدا، وبشكر كل الأجيال اللي سلمت بعض ووصلوا الفريق للمستوى اللي هو فيه دلوقتي. تعيشوا وتقدموا وتفرحوا الولاد، ودايما كده حدوتة حكاية فرح وسلام ومحبة لكل الولاد وكل الفئات، والحاجات الخير اللي هم كمان بيعملوها مؤخرا بقت باينة قوي. دي برضو حاجة لمسة كل الناس حتى اللي مش في الفريق، العروض الخيرية ودار المسنين اللي بيروحوا والمستشفيات، كل دي حاجات جميلة أتمنى تستمر ويفضل في تطور مستمر وتوسع أكبر وأعضائه يزيدوا أكتر وأكتر، وكل سنة وفريق حدوتة طيب. كرنفال صغير كان غير طريقة تفكير كتير من الأطفال، عرفوا إن ربنا مش عايز نسخ، عايز قلوب تفكر وتحب. بس للأسف بعدها وقفنا مرة تانية. ومن بعد ما الفريق وقف في 2011 وبعد 3 سنين يعني كان في 2014 لقيت أستاذ إيميل لطفي قابلني. كان ساعتها أستاذ إيميل هو مساعد أمين عام التربية الكنسية، وكان أمناء العموم كان أستاذ نشأت جرجس ومس منى صليب، كانوا مساعدين أمناء العموم ساعتها كان أستاذ إيميل لطفي ومس مريان جاري. لقيت أستاذ إيميل لطفي ساعتها قابلني وطلب مني إن احنا نبدأ نجمع الفريق تاني أو الخدام اللي كانت بتخدم في حدوتة، وفعلا اتجمعنا الجمعة اللي بعدها وبدأنا نرجع الفريق تاني. وكنا ساعتها بنجهز لكرنفال جديد، كان أول كرنفال يعني بعد ما رجعنا كان كرنفال ريستارت في يوليو 2014، وكانت ساعتها بداية رجوع قوية لحدوتة.com. كل سنة وفريق حدوتة الجميل طيب، وكل أعضائه الجميلين طيبين، ودايما كل سنة بنفاجئونا بعمل جديد فيه فكرة جديدة بنتعلم منها حاجات حلوة، وبيبقى النجاح مش عادي، نجاح كبير ونجاح بيسبقه إعداد وتجهيز مع فريق كبير. الفريق اللي بدأ زمان
وكان في معوقات وكان في صعاب، لكن بنعمة ربنا ودعم سابونا معانا قدرنا نتغلب على الصعاب، والدنيا مشيت أكتر وكبرت أكتر وأكتر وأكتر. والفريق باسم الصليب النهاردة بقى حاجة جميلة جدا ومشرفة، مش بس في كنيستنا ولا إبراشيتنا، بل على مستوى الكرازة وعلى مستوى مصر كلها. حاجة مفرحة إن ولاد كنيستنا بقوا فريق نتفاخر بيه في كل مكان، وربنا يبارك في كل عمل ويبارك في كل حاجة من أجل مجد اسم قدوس إلى الأبد آمين. أنا بومبا، الشخصية الكرتونية اللي اتولدت من فكرة، من حلم صغير. يمكن في الأول كنت بسيط، ملامحي مش شبه اللوجو قوي، لكن كنت دايما شايل جوايا حاجة أكبر من الرسم. أنا مش مجرد شكل على ورقة، أنا حدوتة بدأت وكبرت وبقت فريق، بقت ضحكة، بقت ذكرى، بقت رحلة. في البداية كنت رسمة بتتحرك، لكن مع الوقت بقيت روح بتعيش. ولما جه 2021 العام العاشر لحدوتة، وعلى مسرح كنيسة ماري جرجس الجيوشي بشبرا الستار اتفتح، والناس مستنية تشوف مين اللي هيظهر على المسرح. وكانت المفاجأة، بومبا ظهر بشكله الحقيقي، مش رسمة، مش لوجو، لكن إنسان واقف قدامكم بيحكي حدوته بنفسه. أنا بومبا، ومش أهم حاجة شكل، أهم حاجة الحلم اللي كمل 10 سنين ولسه مكمل لحد ما وصلنا 15 سنة ولسه هيكمل. وقفنا شوية لكن رجعنا أقوى. ريستارت ما كانش مجرد اسم، ده كان حياة جديدة، ومنه عرفنا إن العرايس ممكن تبقى عالم مش مجرد لعبة. ومن هنا دخلنا أول مرة عالم الماريونيت في سرحان في الملكوت. احنا لما رجعنا في 2014 كنا حابين نرجع بفكرة مختلفة، حاجة تكون جديدة على الفقرات اللي بتقدم في الكنيسة عامة. فرجعنا بفكرة الماريونيت، فجينا في ريستارت قدمنا سرحان في الملكوت. كانت فقرة صغيرة وفقرة جميلة عجبت الأولاد جدا، وكانت عاملة ضجة كبيرة بين الولاد والخدام. حبينا نكرر التجربة تاني في نفس السنة في 2014. قدمنا بلتوش وفنكوش، كان في كرنفال ايدي معاك مش خانقاك، وبرضه عامل ضجة كبيرة جدا بين الأولاد وحبوا الفقرة جدا وكانوا بيطلبوها في الكنيسة وفي الخدمة. فجينا حبينا إن احنا نطور الفكرة ونعمل حاجة كبيرة، حاجة زي الليلة الكبيرة، حاجة زي المسارح الكبيرة الخاصة بالماريونيت. فقدمنا فكرة يعقوب لبان. جينا في 2015 في الكرنفال بتاع لسان عصفور، قلنا نشوف حاجة مختلفة، حاجة تكون منغمة ماشية بطريقة كويسة، بحيث ان هي تبقى فكرة جديدة جدا. عملناها بطول المسرح وبعرض المسرح كله. فجينا قدمنا حاجة تكون خاصة بفكرة الكذب، عشان احنا كنا بنتكلم عن اللسان وخطايا اللسان، فاتكلمنا عن يعقوب لبان. كانت مسرحية قوية جدا، كانت بعرض المسرح كله، فعملت برضو صيت عالي وضجة كبيرة. فمن هنا استقر الماريونيت يبقى حاجة أساسية في الفريق، وكان فقرة بتطلب على طول. ولحد دلوقتي في توالت الأفكار وتوالت الخدمات في الماريونيت واتطور بشكل كبير، ولحد دلوقتي في خدام كتير وشباب كتير اشتغلوا في الفكرة وطوروها، وإن شاء الله الموضوع مستمر على طول. كان عندنا مشكلة مهمة محتاجين نناقشها مع أولادنا. كنا محتاجين نوصل للأطفال الصورة الحقيقية لربنا، مش الإله اللي بيخوف أو يسيطر زي ما بعضهم كان فاكر، لكن اللي بيحب ويحتوي. ومن هنا اتولد عرض ايدي معاك مش خانقاك. كان في اكتوبر 2014 على مسرح كنيسة العذراء بالعباسية الشرقية. العرض ده لمس قلوب الأطفال والكبار، لأنه وراهم صورة ربنا الحقيقية، الإله المحب الحنون اللي بيفتح دراعاته مش بفرض سلطته. ومن يومها بقينا عايزين كل عرض يلمس قلب وعقل كل طفل قبل أي فكرة.
وفي يوليو وأغسطس 2015 ظهر عجيب الطيار، ومن يومها عرفنا إن الفرحة ليها جناحات تقدر توصل لكل طفل مهما كان بعيد. وغنينا حكاية يعقوب ولبان بطريقة جديدة. الأطفال اتشدوا، وكانت أول مرة الماريونيت يبقى نجم العرض كله. هلو، عرض لسان عصفور. يعني احنا فكرنا وقتها في عرض عن خطايا اللسان، وساعتها ابتكرنا لسان عصفور. ولسان عصفور كانت فكرته شوية جديدة علينا، لأن وقتها كنا عايزين نطير عجيب الطيار. فالحقيقة كانوا ماسكينه بحبال، معلقينه على بلتكانة، يعني حاجات أساسية أو بداية جدا من الأول يعني. بس نشكر ربنا، يعني العرض كان جميل وعجب الناس. طبعا كنا لسه في الأول خالص حدوتة، فيعني النور قطع علينا، حوادث اللي بتحصل في المسرح، كلنا بنجري ما خلف الكواليس واللي كل الناس عارفاه يعني. بس نشكر ربنا، كان عرض جميل جدا جدا، وتيم كبير قوي كان شغال فيه. وطبعا فريق حدوته بقى، لو جينا نتكلم عنه وعن اكتر حاجه بتميز فريق حدوته خصوصا في وقت العرض ده ولحد دلوقتي نشكر ربنا، هي ان كل الكنيسه من اصغر حد لاكبر حد بيخدم في الفريق. يعني تلاقي اطفال في ابتدائي، تلاقي اعدادي، تلاقي ثانوي، تلاقي خدام، تلاقي لا يعني كل الكنيسه كله شغال يعني ازاتيم بشكل يعني تحس انه ايه يا جماعه. ف يعني كل حد في الكنيسه بيخدم وبيفرح، يعني خدمه مفرحه للشباب للصغيرين للكبار. فدي حاجه بتميز فريق حدوته قوي. والحقيقه يعني انا دلوقتي لما بشوف الفريق، طبعا انا للاسف مش قادره اخدم معاهم او ظروفي مش سامحه بده، بس حقيقي اتمنى يعني ده حلم بالنسبه لي ان انا اجي في يوم واخدم معاهم. اتمنى ان انا يعني ارجع اخدم في الفريق اللي الواحد يعني فرحان جدا لما بيشوفه دلوقتي بقى عامل ازاي. يعني احنا كنا ساعتها مش عارفين نطير عجيب الطيار، دلوقتي بيطيروا بيت يعني في البيت الطيار، بيعملوا حاجات الواحد بيقف ايه ده، ايه الشغل البروفيشنال ده، يعني عروض باسم الصليب عليكم بجد، يعني ربنا حافظ عليكم. حاجه جميله الواحد ما كانش متخيلها ابدا. ودلوقتي في الكنيسه اللي انا بخدم فيها حاليا، كنيسه الامير، لما بيجوا بيروحوا عرض تبع حدوته او كده، الواحد بيبقى قاعد فخور كده، يعني حاسس ببرايد ان هو ايه ده، يعني ده فريقي يا جماعه انا كنت بخدم مع الفريق ده فريقي، دي كنيستي. فربنا معاكم وربنا يديكم نعمه دايما، ويدي قائد الفريق نعمه. ربنا يفرحك يا شريف، وربنا يفرحكم كلكم، وتعيشوا وتخدموا وتفضلوا دايما جايبين الشباب للكنيسه، ودايما مفرحيننا ودايما مشرفيننا. شكرا. البيت الطيار واحد. بعد لسان عصفور عرفنا إننا محتاجين عرض كبير يجمعنا كلنا، وبعد تعب شهور حصلت نقلة كبيرة للفريق. خرج البيت الطيار 2016، عرض شارك فيه عشرات الشباب وشافوا الآلاف، حضروا 40 كنيسة، واتعرض على قنوات مسيحية، والأطفال كانوا بيرددوا الجمل من قلبهم. وعرضنا مرتين، مرة في يوليو 2016 على مسرح ماري جرجس الجيوشي، ومرة تانية في فبراير 2017 على مسرح رومانس برمسيس. وبعدها ب3 سنين سنة 2019 البيت الطيار 2 فلك نوح والطوفان، وعرضنا مرتين، مرة في يوليو 2019 ومرة تانية في فبراير 2020. المرتين كانوا على مسرح الأنبرويس بالكاتدرائية، ودي كانت أول مرة لينا على مسرح الأنبرويس. عرض شارك فيه أكتر من 70 خادم وخادمة، وحضروا مئات الأطفال والخدام.
حتى لما الدنيا وقفت ما وقفناش، حتى لما الأبواب اتقفلت فتحنا شاشات صغيرة تنور بيوت كتيرة، وكملنا الحكاية من شاشة لقلب. في وقت الكورونا ما سكتناش، حولنا الخدمة أونلاين والأطفال كانوا بيتابعونا من بيوتهم. أنا حدوتي، إزيكم؟ عاملين إيه؟ استنى، أنت دخلت من غيري؟ ما أنت متأخر على طول يا عم. تقوم تسيبني يعني كده؟ ده احنا كنا على طول مع بعض. طب احنا قدام الناس. أيوة صح، أنا توتي. أنا وتوتي كنا مع بعض على طول في الفيديوهات، وكنا بنحب نتكلم معاكم دايما. أيوة، وكمان صلينا مع بعض، وكنا بنعرفكم على أي فقرة جديدة هنقدمها. كانت أوقات جميلة فعلا، وكنا بنبقى مبسوطين قوي. ما كناش قادرين نقعد متكتفين وقت الكورونا، كنا بنحاول نخدم من ورا الشاشات. عملنا تحفيظ ألحان وترانيم وكمان فيديوهات إرشادية كتير، وكان في أطفال من محافظات تانية تبعت لنا فيديوهاتهم وننزلها على الصفحة، وقدمنا فقرات وصورناها ونزلناها على الصفحة، أو فقرات كنا مقدمينها ومصورينها فنزلناها على الصفحة. خمستاشر كرنفال حضرهم آلاف الأطفال من القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس، كل مرة بهدف وفكرة جديدة. حاربنا التقليد وحاربنا الخوف، وشجعنا أولادنا على الطاعة وعلى القوة وعلى الشجاعة وعلى النظرة النقية. من ريستارت لحد يونسان مش أي كلام، كل مرة بفرح أكبر. كل مرة كنا بنكتشف إن الضحكة دي مش بسيطة، دي رسالة من السما بتقول لنا كملوا. من كنيستنا الجميلة بقينا نخدم في كل القاهرة واسكندرية، والكرنفالات بتاعتنا حضرها مئات وآلاف الأطفال على مستوى الكرازة. حسينا في سنة من السنين إننا مقصرين في حق الشباب، لأننا مش عارفين نخليهم يستفادوا بالعروض بتاعتنا لأنها للأطفال. فجت لنا فكرة تالنت اون اير. الفكرة إن معظم الولاد والبنات في سن صغير لحد سن شباب وثانوي بيبقوا عندهم مواهب كتيرة ومش عارفين يعرضوها، والناس مش شايفاهم، وكمان ما عندهمش المكان اللي يعرضوا فيه ويكون تحت رعاية كنسية. فمن هنا جت لنا الفكرة إن احنا نعمل المسابقة بحيث إن الشباب دي تعرض مواهبهم فيها. وكان في مواهب فعلا كتيرة جدا من تمثيل ورسم وعزف بكل أنواعه، وفعلا عرضوا مواهبهم دي، واكتشفنا ان هم عندهم مواهب وكانت كل دي مستخبية ومش باينة. وكمان ما كانش من محافظة القاهرة بس، كان من محافظات تانية زي السوهاج والمنيا، ومن القاهرة زي الزيتون والمقطم ومدينة الأحلام وشبرا. طيب المسابقة دي كانت عندنا عبارة عن موسمين، والموسمين كان دسمين جدا، وفعلا اكتشفنا فيها ان الكنيسة فيها مواهب كتيرة. الموسم الأول كان 2 و9 يوليو 2017، والموسم الثاني كان 26 و30 يوليو 2018. وشرفت في لجنة التحكيم فنانين كتير زي الفنان ماهر لبيب والفنان أيمن أمير والشاعر مينا مجدي والكاتب ريمون شوقي والرسام عادل بخيت والمرنمة سناء أسعد. وتم التحكيم فعلا بمعايير واضحة وعادلة، وطلعت فعلا مواهب كتيرة للنور، وبكده يكون اتحقق جزء كبير من هدف الفريق ان احنا بنخدم اطفال وشباب من كنائسنا القبطيه. قصص قديسين كتير حكيتها البيرو والكل اصحابه، قصة الانبا موسى الاسود والانبا بشوي والانبا كراس وقديسين كتير، وانا ما كنتش لوحدي، كان في 2 بيساعدوني انتوا عارفينهم. ايوه يا جدو، احنا جايين اهو. مش بس جدو نيروز،
احنا كمان حكينا قصص شموع مارس، وكان في حفلة العيد العاشر لفريق حدوتة في أغسطس 2021، وبعدها قدمناها في كنايس كتير خالص. دي كانت نقلة مختلفة في عروضنا، شخصيات زي الحقيقة، مكياج كان بيحسسك إنك قدام البابا كرولوس أو البابا شنودة. وبعد سنين ما اكتفيناش بالسكتشات القصيرة، قدمنا عروض كبيرة، وكان درب الصليب سنة 24 و25 نقلة كبيرة في عالم المسرح الحر. في 2024 قدمنا يا سيد تعالى وانظر، وفي 2025 قدمنا أحبنا إلى المنتهى، والنهاردة في 2026 بنقدم لكم الكرسي الفاضي. كان نفسنا نقدم مسرح حر. القصة بدأت إننا بقينا نتفرج على درب الصليب ونقول إحنا عاوزين نقدم خدمتنا دي كمان للناس كلها، مش للأطفال والشباب بس، لأن قد إيه خدمة عروض درب الصليب مثمرة وكمان بتبقى مؤثرة في ناس كتير. وكمان عندنا شباب كتير بيمثل ويخرج وكلهم شاطرين، بس كان الخوف بيأيد تفكيرنا. هل هننجح؟ هل هنأثر في الناس؟ طب هنعمله ازاي؟ القصة، الممثلين، الإخراج، المكياج، الديكورات، أفكار كتير جدا. أول حاجة خلينا شباب من عندنا يروحوا يتعلموا فن المكياج المسرحي في أسقفية الشباب، والشباب اتعلمت وبقت شاطرة جدا، وكمان طورت اللي اتعلمته في فقرات عملناها كتير. شفنا عروض كتير كانت حلوة جدا، بس حسينا ان احنا مش هنقدر نعمل ده لان احنا مش فريق مسرح حر، يعني مش متخصصين في ده. احنا كنا متخصصين فيه اللي هو فريق مسرح العرايس، بس احنا كنا عاوزين هدف يلمس الناس، زي ما بنخدم الاطفال برضو نخدم الكبار. فجات لنا الفكرة ان احنا نعمل حاجة ليها علاقة بالانسان المعاصر. كنا معظم العروض اللي بنشوفها كانت بتبقى ليها علاقة بالعهد القديم والعهد الجديد، ربط ما بين ده وده، ربط ما بين نبي من العهد القديم والسيد المسيح. فكرة الإنسان المعاصر خلتنا نحس شوية إن إحنا الناس اللي قاعدة دي هتحس مكانها مكان الممثلين اللي فوق يعني. ابتدينا فعلا في تنفيذ الفكرة وخدت مننا شهور لحد ما الحمد لله العرض طلع يوم السبت 6/4/2024 باسم درب الصليب واحد يا سيد تعالى وانظر. العرض كان على مسرح الأنبر ويز بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية، والحمد لله العرض نجح وعجب ناس كتير. يا رب بلاش مايكل، ده انا بعتبره ابني او اخويا الصغير. بص يا رب، خدنا انا وبلاش هو. بعد الشر. بص بقى، انت لو قلت كده تاني على نفسك انا مش هكلمك تاني، ماشي؟ مايكل، انا كنت قلقان عليك جدا. جرايه يا يوسف، مش انت كنت بتحكي لي زمان ان انا ما نيأسش وان انا افضل اصلي لربنا بايمان عشان يقف معايا؟ ولا انت هتبطل تصلي بايمان؟ يلا قول ورايا، يا بابا 27 يا بابا 27 يا بابا 27 يا بابا 27. مش قادر حتى اعمل اللي كنت بقوله لك يا مايكل. شكلك كده طلعت اجمد مني. نقدر نقول إن حدوتة عملت أول عرض درب صليب ليها، وأول عرض مسرح حر من الألف للياء، بداية من التأليف، الإخراج، الإضاءة، المكياج والتمثيل والملابس، الديكورات والصوت والنظام، والخلفيات والدعاية والمطبوعات والفوتو سيشن كمان. حضر العرض أكتر من 400 شخص من كنيستنا ومن كنايس تانية كتير، وخدم فيه أكتر من 90 خادم وخادمة. وساعتها قلنا لازم نكرر التجربة تاني. المرة دي كان العرض مختلف، الناس اتأثرت وهدفنا اتحقق. وخدم في اليوم ده
أكتر من 120 خادم وخادمة. وبرضه كان العرض من الألف للياء، حدوتة.com. لما قدمنا اول عرض درب صليب في 2024 يا سيد تعالوا وانظر، افتكرنا ان الموضوع بعد كده هيبقى بسيط واللي جاي سهل، بس الحقيقه طلعت مختلفه تماما. التحدي المره دي كان اكبر، عايزين افكار جديده، مشاهد جديده، مشاهد مختلفه عن العرض اللي قبليه، عايزين الناس تنبهر زي ما انبهرت اول مره واكتر. حاولنا نفكر في افكار مختلفه، معجزات مختلفه ما اتعملتش العرض اللي قبليه. ما كناش عايزين نكرر نفس فكره الشاب اللي كان بيمر بازمه او عنده مرض معين، كنا حابين نناقش فكره مختلفه نعيش بيها مع الناس، فكره يمكن المجتمع ما بيتكلمش عنها كتير. كانت من اصعب التحديات المشاهد زي نزول السيد المسيح من على الصليب. ده كان مشهد فيه ريسك عالي قوي على الكاست كله. مشهد زي القيامة، مشهد زي العشاء الرباني، مشاهد كانت صعبة جدا في تنفيذها، بس بصراحة يعني الشباب كانوا متحمسين جدا وقدروا ينفذوا حاجة زي دي ببساطة. يعني هي بانت قدام الناس إن هي اتنفذت بسهولة جدا واتنفذت، يعني كان وراها تعب كتير قوي ورا في الكواليس، والشباب بيشتغلوا عليها كتير جدا وبروفات كتير جدا على المشاهد دي تم التركيز عليها بأكتر. وفعلا خرجنا بالعرض المسرحي الثاني درب الصليب 2 حبنا الى المنتهى. كان يوم الاحد 23 مارس 2025 على مسرح الانبرويس بالكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه. بالظبط كده، فلازم نبيع البيت ونقسم فلوس بيننا بالعدل. تبيع بيتنا؟ البيت اللي شهد ضحكنا وبكانا واحلامنا؟ انا مفيش حاجه في الدنيا تخليني اوافق على ده. انت ايه بتفتكر ان البيت ده بتاعك لوحدك ولا حقك؟ ما كنت انت الطفل المدلل، انت اللي على الحجر، فلازم تفتكر نفسك ان ده بيتك لوحدك. هو مين فينا اللي ساند فينا؟ مين مقوي قلبي جامد عالسنين؟ مين تشوفه تقول صغير بس لو تسمع حكايته نطلع احنا صغيرين. ده خطير يفتح ايده بس كتير قوي جدا يغلب اساطير، وعليه بصة تخطف قلبك والتفكير. ده خطير يفتح ايده بس كتير قوي جدا يغلب اساطير، وعليه بصة تخطف قلبك والتفكير. جينا علشان نفرحك، مش هنسيبك لوحدك، احنا جنبك وهنصليلك. رحنا القرى، لقينا المسيح في عيون طفل بسيط. زرنا المرضى، لقيناه على السرير بيقول كنت مريضا فزرتموني. وقفنا مع كبار السن وسمعنا صوته لا تتركوهم وحدهم. من صندوق عرايس بقينا مسرح وكرنفال وخدمة ممتدة. من عشرات بقينا مئات. من أطفال اتفرجوا بقوا خدام النهاردة. من 15 سنة بدأنا بخطوة صغيرة، بس النهاردة إحنا آلاف الخطوات.
كل خطوة بقت شاهد إن ربنا أمين. حدوتة مش بتقف لأنها مكتوبة بإيده. من 50 خادم لقينا 300. من صندوق عرايس لقينا مسرح وكرنفال وخدمة ممتدة لكل القلوب. دي مش مجرد حكاية، دي حدوتة عمرها 15 سنة ولسه بتتكتب. 300 شمعة ونورنا واحد، براعم وشباب عاشوا في حدوتة أحلى حواديت. ولو تفنى سنين الدهر ما بتغربش بين ناسي وما يسندش العيدان غير ظهر. بنقضي العمر في الحكايات وبنعد الفرحة باللحظات. مفيش تايه ما عندوش بيت، مفيش صحبة بلا حواديت. حواديت بنحكيها نغنيها بنتسابق نعيش فيها وبتجدد سنين العمر. حواديت محوطاني ملازماني بتسحر كل وجداني وبتشوفها العيون السم. وتدوم الضحكة على وشوش كل أجيالها وتزيد البركة وتتزايد في أشبالها وتفيد أيامك ونحفظ كل تفاصيلها ونحكي لولادنا سنين كلها حواديت. حواديت بنحكيها نغنيها بنتسابق نعيش فيها وبتجدد سنين العمر. حواديت محوطاني ملازماني بتسحر كل وجداني وبتشوفها العيون السم. أنا عمري قضيته وعديته بأيامك وكل فرحة قلب كانت أصلها انتي. أنا مهما بسلاكي بتوه فيكي وعلشانك وكل أسرارك جوايا ولا الحواديت. يا أم النور يا سكناني طول الأوقات بينسى القلب نبضاته وما ينساكي. حواديت بنحكيها. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا مبسوطين واحنا بنعمل كده فلاش باك على الرحله، على حدوته من مارس 2011 لحد النهارده. تفاصيل كتير، رحله، خدمات، كنايس، كرنفالات، رحله كبيره وممتده. الحقيقه عايز اقول لحضراتكم على حاجه بتحصل في كل كنايسنا على مستوى الجمهورية، حاجة بتحصل مع إنشاء كل خدمة من الخدمات في كل كنيسة على مستوى الجمهورية. بيبقى في حالة من حالات التوجس. يا ترى الخدمة دي هتكون قد المسؤولية فعلا؟ هتقدر تقدم جديد؟ إيه لزوم إنشاء الخدمة دي أصلا؟ وهل ممكن تسبب مشاكل مثلا فبلاش منها؟ أو إيه اللي ممكن تضيفه جديد؟ الحاجة دي أو الحالة دي زي ما بتحصل مع خدمات كتير في كنائس كتير حصلت كمان مع حدوتة. الحقيقة النهاردة وبعد 15 سنة من الخدمات اللي بتعملها حدوتة، الفريق بيتمنى ان الصورة تكون بقت أوضح ويكون كل الناس قدرت تتأكد ان واحدة من الخدمات المثمرة لكنيسة القديسة العذراء مريم ببيجام في شبرا الخيمة هو فريق حدوتة.com. انا عايز اعمل حاجه الحقيقه احنا مش متفقين عليها واحنا بننسق للحفله، بس واحد من الناس المهمه جدا اللي بتزق فريق حدوته لقدام هو قائد الفريق المهندس شريف فوزي، فخلونا نحيي شريف على مجهوده. كمان مهم نقول ان في حد كمان بيزق بشكل قوي جدا في كل
مشاريع وافكار وخدمات فريق حدوته دوت كوم هو القمص ابرام مجدي. تحيه لقدس ابونا ابرام. زي ما فريق حدوته شارك في كنايس كتير وفي خدمات كتير وفي انشطه كتير، في برضه ناس كتير شاركت فريق حدوته المشوار والمسار، وفي ناس شاركت فريق حدوته في خدمات كتير. في شخص من الاشخاص اللي شارك حدوته يحب يحكي او يشهد شهاده عن خبرته مع فريق حدوته، وهنسمع منه كلمته النهارده، وهو الاستاذ امير تدرس. خلينا نرحب بيه. مساء الخير. عايز اقول لكم انا يعني اولا متشرف جدا 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 ان انا موجود في يوم زي النهارده، لانه فريق حدوته يمكن انا بتعامل معاهم بقالي مثلا قرب السنه تعامل مباشر يعني، وقعدت سمعت الكلام اللي اتقال من الخدام اللي من جوه الفريق. فقلت يعني لو حد طالع من جوه الفريق وبيشهد للفريق ده شيء عادي لانه طالع من وسطهم يعني. لكن خلوني احكي لكم انا وانا قاعد مش مرتب خالص انا هقول ايه، بس ربنا بعت في دماغي فكرتين كده تملي كل حد له اسم يعني. لما نلاقي ان في صفه من صفات اسمه نقول له انت ليك نصيب كبير من اسمك يعني. فكلمة حدوتة احنا بنستخدمها بينا وبين بعض لما نقعد نسمع من واحد عن انجازاته وسافر فين وراح عمل ايه ونجح ازاي، فنقول له يا اخي ده انت طلعت حدوتة. فوانا قاعد عمال بتفرج على رحلة ال15 سنة قلت اختيار الاسم مش صدفة، ده بترتيب، لانه هم فعلا حدوتة. لما سمعت شريف وهو بيقول واحنا بنختار الشفيع بتاع الفريق وعملنا قرعة وطلعت ابونا يسطس الانطوني، لما بصيت على صورته في الاخر كده وكلنا عارفين حكايته وعارفين لقبه ان هو الراهب الصامت، لكن رغم صمته صوته خرج لكل المسكونة. عايز اشهد عن الفريق انه فريق حدوتة احنا في خدمتنا معاهم مش بنسمع صوتهم حقيقي، بس بنشوف خدمتهم. مش بنسمع حوارات بس بنشوف نتائج، مش بنسمع خطوات وإيه اللي هيحصل. هو كل اللي بيتم في خدمتنا سوا انه شريف بيسألنا انتوا عايزين ايه فبنقول، ما بنشوفش بعد كده غير كل افعال يعني. لما جيت وانا غيران منهم وانا قاعد عمال بسمع كده وغيران من نجاحهم، قلت فريق حدوته نجح لانه عينه ما كانتش على النجاح، عينه كانت على النور. انا اسف انا مش شايف حد، اللي بيقف هنا والنور ضارب في عينه هو ما بيشوفش غير النور. فانا اعتقد انه فريق حدوته حالتهم الداخليه اللي بتنجحهم وبتوصلهم لقلوبنا واحنا كل واحد فينا قاعد على كرسيه، ان هم مش شايفين حد، هم شايفين النور، النور اللي هم عايزين يوصلوه لكل اللي بييجوا يحضروا لهم. افتكر ان انا جيت حضرت درب الصليب السنه اللي فاتت، والاحاسيس اللي كانت جوانا كلنا احنا كجروب الخدمه اللي بيشترك مع فريق حدوته، كل واحد بحكايته وكل واحد بحدوته كده خرج بقيمه من العرض، زي ما اعتقد انه ده اللي هيحصل النهارده. عشان كده انا كنت حريص لما توجهت لي الدعوه انه لا انا جاي وهجيب عيلتي، لانه انا عارف ان انا هخرج من هنا بقيمه. انا بشكرهم جدا 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 ان هم يعني ادوني الفرصه ان انا اقف النهارده واتكلم عنهم، وانا اقل بكتير قوي 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 من اصغر واحد موجود في الفريق، لانه الامانه اللي عندهم
الجدية اللي عندهم، الالتزام اللي عندهم، الإصرار اللي عندهم، المحبة اللي عندهم، الخدمة اللي عندهم، البذل اللي عندهم، التضحية اللي عندهم، الحلاوة اللي موجودة في كل شخصية. تحسوا إن كل الفريق نفس التربية، نفس أسلوب الكلام، اللي هو أنا أكون بتكلم مع واحد طالب منه طلب فيغيب عن عيني، فجأة أكلم التاني أحس إن أنا بكمل معاه الحوار من كتر ما هم نظرتهم للخدمة، هم باصين على هدف واحد، باصين على اللي هيحصل في الآخر. افتكرت وأنا قاعد الآية اللي بتقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. هو كل النجاح اللي هم واخدينه ده واخدينه كده فوق البيعة، لأنه الشروة الأساسية هي إن هي توصلنا للنور. فأنا بشكرهم جدا جدا، وأتمنى إنه تسقفوا لهم تسقيفة جامدة جدا، لأن هم يستاهلوا كل تقدير ومحبة. شكرا.